قضت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الاستئنافية أمس الأربعاء 20 مارس بإدانة رئيس الجماعة الحضرية الوجدة ب2 حبسا نافذا، وب1 سنة حبسا نافذا في حق رئيس المجلس الجهوي للشرق، وب2 حبسا نافذا للرئيس السابق للجماعة الحضرية لوجدة. كما أدانت ذات الهيئة القضائية 11 متهما، من بينهم أصحاب مقاولات ومسيري شركات ومكاتب للدراسات، فيما برأت الهيئة ذاتها 3 متهمين في الملف، من بينهم تاجر عراقي. ونطقت المحكمة بقرارها بعد مناقشتها الملف الذي كان متابعا فيه في حالة صراح 17 متهما، من بينهم عمر حجيرة الرئيس الحالي للجامعة الحضرية الوجدة المنتمي لحزب الاستقلال، وعبد النبي البعيوي رئيس المجلس الجهوي للشرق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بصفته صاحب مقاولة من أجل العديد من التهم التي سبق وأن وجهها إليهم قاضي التحقيق المكلف بالبحث والتحقيق في ملفات الجرائم المالية باستئنافية فاس. تتعلق التهم التي تبع بها بجنح المشاركة في تبديد أموال عامة، وتلقي عن علم أوامر وتحصيل أموال تتجاوز المستحق، وجناية تبديد أموال عامة، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في تبديد أموال عامة، والمشاركة في تلقي عن علم أوامر بتحصيل أموال تتجاوز المستحق. وجاءت متابعة المتهمين في الملف بناء على ما تضمنه تقرير سابق لمجلس الأعلى للحسابات المتعلق بالجامعة الترابية الوجدة في الفترة الممتدة بين 2006 و 2009، والذي رصد العديد من الخروقات في العديد من المجالات، إضافة إلى اختلالات مالية قدرت بما يزيد عن 4 ملايير سنتيم، ترتبط أساسا في مجال التهيئة الحضرية لمدينة وجدة. يشار إلى أن غرفة الجرائم المالية الابتدائية سبق لهيئتها القضائية برأت خلال سنة 2017 رئيس الجامعة الحضرية لوجدة ونظيره للمجلس الجهوي للشرق بصفته صاحب مقاولة.